عائلة طوموبيلتي بالدارجة، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو غادي نقدموا هذه السيارة اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش عليها معلومات كثيرة. إذا معنا اليوم هاد تويوتا كورولا ميلينيوم اللي كتنتمي للجيل العاشر من السيارات تويوتا كورولا. هذا الجيل خرج بزاف ديال المحركات. الموتوريزاسيون اللي عندنا اليوم هي 2 لتر اكس ال اي. هاد 2 لتر اكس ال اي محرك ديزل 2 لتر بلا توربو، كيديفلوبي 71 الخيل في 4600 ار بي ام، قوة عزم ديال 131 في 2800 ار بي ام. الكونسوماسيون ديال هاد الموتوريزاسيون هي 5% في الطريق الطويلة و6.66% في وسط المدينة. الضريبة ديال هاد السيارة هي 1500 درهم، حيت البويسونس فيسكال ديالها هي 8 الخيل، والثمن ديالها في السوق ما بين 6 حتى ل 8 المليون على حساب ليطا ديالها. وهذه اللي عندنا في الفيديو هي موديل 2008 وتشرات ب 7 المليون ضربة 200 الف كيلومتر، لكن باقا نقية تبارك الله. نهضروا دابا شويه على المميزات ديال هاد السياره. فكيف ما كتعرفوا، فدائما تويوتا كتعودنا على الجوده في لي ماتيريو اللي كتحط في السيارات ديالها. فكيف ما شفتوا، هاد الميلينيوم سباسيوز، الكفر ديالها كبير، لي سياج فيها مريحين ومخيطين بتوب الجوده ديالو عاليه جدا. فيها لي فيتر بربعه الكتريك، فيها كليماتيزاسيون مانيويل لكن مجهده بزاف، فيها لي زاكودوار القدام واللور، فيها لي زيرباغ، والسونوريزاسيون ديالها مزيانه بزاف. اما بالنسبه للموتوريزاسيون، فكيف ما قلنا، هاد الميلينيوم خارجه ب 2 لتر اكس ال اي ديزل سون توربو، وهي موتوريزاسيون فيابل بزاف. تقريبا فيها كلشي ميكانيك. هاد المحرك كيبغي غير لي فيدونج الوقت ديالهم، حيت ما فيه حتى مشكل، ومهنيك حتى من لو جير والفاب حيت ما فيهش. المشكل ديالو هو شويه ديال البروي في لي زاكسيليراسيون، حيت ما فيهش توربو، وثقيل شويه في التيراج. خاصك ديما باش تدوب، وخاصك تكراطي لي فيتاج. ندوزو دابا نكتشفوا تجربه السياقه ديال هاد السياره.
كيف ما شفتوا هاد الميلينيوم في الطريق ستابل وكونفورطابل، وكتشد 120 ديالها مرتاحه في لوطورود، وفي الدوبلاج خاصك غير تعرف تمانيبيولي لي فيتاس مزيان، فكيف ما قلنا فيها ديزل بلا توربو. في النهايه كنتمنى تكون عجباتكم هاد السياره اللي كنصحكم بها بشده تفكروا فيها الا كنتو كتقلبوا على سياره واسعه وصباره. نخليكم تكملوا هاد الفيديو وميعادنا مع تجربه سياره اخرى.